الاخوان كانت تسجيل قانون الله شوف الصوت الاخوان واش تسمع بس شويه على الحضور واش تسمعونا الاخوان صحيح واش تسمعوا الصوت الو الصوت ناقص شويه الصوت ناقص الصوت ناقص شوف دابا واش تسمعنا تحاول تزيد الصوت شويه كتسمعونا مزيان تقدروا نبداو على بركه كنسمعوك ولكن كاين ليكو دابا حاول دابا واش تسمعنا جوده ديال الصوت واش كتسمعونا باش ما يكونش ليك واحد المجال كتسمعونا لا غير تيست الا كان شي واحد يقول لك يسمع الصوت مزيان باش يبدا واحد الاخوان يقدر ياكد لنا الصوت كيتسمع مزيان سيبون نبداو الاخوان واحد الكلمه اذا كان كيتسمع الصوت يقول لنا نبداو كان كيتسمع الصوت عنده مزيان واحد الاخوان ياخذ كلمه ويقول لنا نبداو على بركة الله سجلت إخوان سمعتوا ديزاكتيفيو الميكرو بما نساليو العقد الأول على أساس نعطي الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. إخوان صحفيين محليين ووطنيين نرحب بكم في هذه الندوة الصحفية عن بعد جات جائحة كورونا الله يرفع عنا الوباء. جات الندوة الصحفية في إطار سياسة المكتب المديري باش التواصل مع الجسم الإعلامي والحديث مع جماهير الجالية لتعريف آخر مستجدات الفريق لأن من بعد الفترة اللي كانت فيها الجمعان الأخير مجموعة ديال الأمور مجموعة ديال التساؤلات ديال الإخوان مجموعة ديال الإخوان طرحوا إشكالية ديال التواصل وكانت من توصيات الجمع العام باش يكونوا عندنا تواصل باش تكون المعلومات اللي هي من حق الجميع. ما عرفتوا كان الجمع الأخير اللي كان منذ حوالي واحد الأسبوع في إطار نهاية الأسبوع مجموعة ديال الأمور اللي طرح عليها فيما يخص الحصيلة كانت حصيلة تكلمنا على حصيلة تكنيكية وحصيلة إدارية فيما يخص البنية التحتية تكلمنا على الحصيلة الإدارية. بالنسبة لنا بدات التحضيرات ديال الأسبوع ديال الفترة السنوية دابا. بالنسبة للحصيلة السنوية اللي كانت السنة القبيلة حصيلة تقنية تقسمت لجزئين، الجزء الأول تكلمنا فيه على كأس 10 وصل لباك حسن جديد بس في نهاية كأس 10. حصيلة التقنيات قسمت لمجموعة المراحل السنة الماضية كانت فيها المرحلة الأولى اللي كان فيها الفريق الذي الطريق الصحيح تغيير المدربين بسبب جائحة كورونا أو التحاق بالإدارة التقنية. خدنا على العاتق ديالنا يعني خلال مجموعة شباب جميل مجموعة ديال اللاعبين ديال المدرسة ديال حسن الجديدي كما كان مجموعة ديال الجماهير تاخذ الفرصة على أساس اختيار الأنسب باش يكون شي قرار على اتباع حسن الجديدي ومنه تعطى الفرصة لمجموعة اللاعبين ليلتحقوا بفروق أخرى شنو هي التوفيق. طبعا التوقيع الشتاء كان التوقيع ديال السنتين الوعي ديالنا انه عندنا مشروع اللي غنديروا معاه يكون على سنتين
الاسباب لان المجموعه كانت شمال هذه السبع سنوات الاخيره، يعني من بعد الحصول على الامتياز، من بعد كاس 10 كان الامتياز، من بعد كانت واحد الفتره ديال البحث الجديد وواحد النتائج اللي كانت على مستوى القوانين القاري، مجموعه ديال اللاعبين اللي عطاو واحد القيمه المضافه. مشينا شاركنا في الشامبيونز ليغ، كنا الثاني، عندنا واحد كاس الفينال ديال الفينال. من بعد مجموعه ديال اللاعبين اللي كانوا في العقود ديالهم هناك سجلوا الى 5 سنوات، وكانت واحد التراجع ديال المستوى ديال واحد اللاعبين، وكان ضروري تكون اعاده ديال الهيكله ديال الفريق مع اعاده الهيكله سواء اللاعبين منظومه التكوين او تشكيل بعض اللاعبين. كتطلب واحد الفتره اللي هي فتره اللي كتكون فتره ديال التاقلم، وماشي توجور اللي كيكون مع لي ريزولتا كتمشي معاها. كاين عندنا قاعده كتشكل الطاقم التقني اللي خدامين به. هاد السنه بدات بمقابلات ديال البطوله 15 فيها الفارق على النقطتين. المفروضيه مستوى اللاعبين ديال الفريق كانت مجموعه ديال الملاحظات للطاقم التقني، تاهل الدفاع حسن جميل للدور المقبل. بالنسبه لنا كدفاع حسن جميل ولا حنا كنتحملوا المسؤوليه ديالنا كامله لان حسن جميل كما كنا السنوات الاخيره هو فريق دائما لهذه المراتب المشرفه على المراكز الاولى. هادشي ما يتغيرش. الفتره ديال الطفره ديال النتائج حنا واعيين بان النتائج ما يمكنش تعكس او ما يمكنش تعكس المشروع اللي غادي به ان شاء الله. الصوت ما مسموعش. واش كان الصوت عندكم مسموع؟ لا الصوت عيان الاخوان. بالنسبه لنا تعمل الهاتف فقط. خلال الاسئله ديالكم غنحاولوا نوضحوا الصوره مجموعه التساؤلات ديالكم ديال الشارع الجديدي والجمهور الجديدي في اطار التواصل. ابقى هذا الشيء اللي كما كتعرفوا الجامعه الملكيه المغربيه خدات العاتق ديالها مراكز تكوين، يكونوا مراكز تكوين جهويه كدفاع الحسن الجديدي جزء من المنظومه. جلال راه ما سمعنا والو، الهضره اللي قال السي الرئيس راه ما سمعنا منها حتى حاجه. احسن يستعمل الهاتف فقط، يهضر من الهاتف لا ما يستعمل. ما سمعنا والو. كاين لكم ما سمعنا والو. نشوفوا الاخوان واش كيسمعوا. استعمل الهاتف. الصوت السلام عليكم السي الرئيس. راه الصوت ديالك راه ما مسموعش، مع كاين اللي يكون مع القاعه كبيره الصوت ما مسموعش. من الاحسن الا كان تكلف من الهاتف ديريكت. واش كتسمعوا احسن؟ ما كتسمعوا احسن؟ لا ما كنسمعوش مزيان، وكنظن انه الا دخلتي انت كمشترك ولا التليفون راه غادي يكون احسن. دير التليفون بحالنا دخل مشارك. لا لا ما كاينش والو. لا شوف هادشي من غير التليفوني. شوف دابا حاول شوف دابا من غير التليفوني شي واحد اخر في المدينه واش كيحسوا بالجوده دابا. لا الصوت التليفون اذا كان تغير المكان ديالك المكان ديالك يكون عندك الكونيكسيون. لا الكونيكسيون مزيانه، غير الصوت اللي ما مسموعش مزيان.
حنا الاخوان كيسمعوا اما حدا هو داك الناس هنا كيسمعوا. غنحاولوا هاد ليكو نحاولوا نتنقص منه من بعد يكون الاسئله نوقفوا كاع هاد ليكو اختار ان شاء الله. بالنسبه تكلمنا على المشروع اللي تحت الجامعه الملكيه في اطار يكونوا مراكز التجاريه. حنا كنا جزء من هذه المنظومه وحاولنا نحاولوا نساك مع الخلاء اللي عندنا والناس اللي عندنا في الجامعات هنا باش يكون عندنا حنا مشروع الحكومه ديالنا على علم مجموعه ديال الامور اللي غتكون بها الجامعه الملكيه ووزاره الشباب كاملين ما كنسمعوش. الاخوان اللي عن بعد راه ما كيسمعوا والو. بصح كاين الصوت. الاخوان اللي عن بعد راه ما كيسمعوا والو. الصوت ما كاين. السلام عليكم. راه الصوت غير مسموع. حاطين مع السلام عليكم. الصوت غير مسموع. نقاط الخصائص باش يكون تدعيم الفريق مجموعه ديال اللاعبين اللي غيضموا اللاعبين اللي عندنا. كما تعرفوا الفتره غتكون فيها شهر غتنفتح فتره انتقالات الزلزال ان شاء الله على اساس اذا غيتم شهر والانطلاق البطوله غيكون في اواخر في الديبي ديال فبراير. هذه كانت عجاله الامور اللي كانت ما تواصلناش مع الاخوان اليوم. حنا شنو غنحاولوا من خلالكم من خلال الاسئله ديالكم والتواصل ديالكم غنحاولوا نعطيو واحد الرؤيه نفسيه اكبر مجموعه ديال التساؤلات ديالكم هذا الشارع الجديد ولا الشارع المغربي المتتبع فريق الدفاع الحسن الجديدي. اذا سمحتوا نعطيو نفتحوا اللائحه ونسجلوا التساؤلات ديالكم. زيد عطينا الاسئله اخوان. الاسئله نبداو بالاسئله. شكرا لك. اول تدخل تفضل المنبر. اسئله عبر لاما. لاما لوفي لاما افيك النت. تفضل يا اخوان. تفضل يا اخوان. سكر استاذ سكر. تفضل يا استاذ سكر. سكر تفضل. سكر مجهز كامل. تفضل سي السلام عليكم. السلام عليكم. اولا شكرا لكم على هذه الندوه هذه اللي نبغيو تكون دائمه ومستمره لانه انتم مع بدايه الموسم استبشرنا خيرا انكم عيطتوا على الاخوان وبديتوا انكم قلتوا انكم غديروا في قبل كل مباراه لقاء قبلي اذا بالنظام الاول والثاني. شفنا بانه خاصها تكون عندنا ثقافه ديال بطوله احترافيه. الكره راه هي هذه، مره تربح مره تخسر وهكذا. بمعنى مساله ديال التواصل نركزوا عليها انها خاصها تبقى مستمره في كيفما كانت النتائج. هذا من جهه. من جهه اخرى نرجعوا للفريق اللي اكيد البدايه اللي كاينه دابا ما كيتمناها حتى واحد، ومعمر الفريق انه بدا هذه البدايه بهذا الشكل هذه. كاين دابا جاي الميركاتو الشتوي، اكيد انكم بديتوا اجراءات باش ديروا انتدابات، ولكن اللي في علم ديالي وهذه ربما تاكدوها كما جاء في البلاغ الاخير ديال الجامعه ان اي فريق ما يمكنش يدير انتدابات الا اذا حتى يسوي المشاكل ديالو اللي عنده مع لاعبين سابقين. الدفاع الجديدي على حسب المعلومات اللي عندي عندهم تقريبا مليار و200 مليون ديال اللعابه اللي كيتسالون في الجامعه. المهم هذه معلومه اللي عندي وكان الرئيس ياكدها. كيفاش غتدبروا هذه المرحله ديال الانتدابات الشتويه، علما ان الفريق كما قلت عنده هذا المشكل هذا؟ ونكتفي بهذا القدر، نخلي الاخوان الاخرين باش يطرحوا اسئله اخرى. الاخوان سير
سي عبد الكريم يا تفضل. السلام عليكم. شكرا على هذه الندوة اللي كتديروها من أجل التواصل مع الصحافة ديال جديدة. في إحدى الندوات سي مقترض كنتي أكدتي أن الجانب التقني عنده مواليه، وكنا نبهنا لهذه القضية من الموسم الفارط، كنقولوا أن جديدة خاصة انتدابات. وخلال الندوة الصحفية ديال تقديم السي بن شيخة قلتي الله يجازيكم بخير ما تبقاوش تهضروا على ما هو تقني، عندنا الناس تقنيين، وهاد الناس التقنيين اللي هو السي بودربالة والسي بن شيخة يعني راه خطأوا، الا كانت شي ملاحظه اخرى عندكم. هذه نقطه اولى اللي نهضروا عليها. والنقطه الثانيه سي مقترض اللي يعني يمكن لي نتكلم عليها هي ما هو دور المعيد الديني بفريق الدفاع الحسن الجديدي. المعيد الديني التحق بفريق الدفاع الحسن الجديدي سنه 2015، معاه ما حققنا حتى شي نتيجه. خسرنا نهائي كأس العرش مع الرجاء البيضاوي، خسرنا دومي فينال مع اولمبيك اسفي، خسرنا دومي فينال مع باس الاتحاد البيضاوي، ومؤخرا دابا كنشوفوا 12 مقابله الفريق ما حقق فيها حتى شي نتيجه ايجابيه متتاليه. ومع ذلك انا التساؤل اللي كنطرح على راسي شنو الدور ديالك المعيد الديني عندنا؟ هذا سؤال موجه لك سيد الرئيس ونتمنى تعطينا شي اجابه. شكرا. يا تفضل. خنفودي. خنفودي. بالنسبه السلام عليكم. اولا كنشكركم على الندوه هذه. بالنسبه للفريق الدفاع الحسني الجديد كنعرفوا كيعيش دابا ازمه ديال النتائج. هذه الازمه هذه اللي عصفت به الصفوف الاخيره. وفي الندوه ديال التقديم ديال السي بن شيخات قال بانه الا بغينا الوقت اللي طرحنا مساله ديال اقحام بعض الشباب والاهتمام بهم، قال السي بن شيخه بانه الا يجينا نعتمدوا على الشباب وفي نفس الوقت نديروا فريق تنافسي وفي نفس الوقت نلعبوا على الالقاب، فاحنا غادي يضحكوا علينا المغاربه. اذا من هنا السؤال ديالي انه الان الفريق كيعتمد على الشباب والنتائج مشاتش مع ليكيب مع الفرقه في الوقت اللي كان من المفروض على السي بن شيخه وعلى في الوقت اللي كان من المفروض في تعيين ديال في الوقت اللي كان المفروض انه السي بن شيخه ولا المدير التقني السي عزيز بودباله انه كان مفروض عليهم انهم ينتقوا احسن لاعبين في الانتدابات ديالهم، لان الانتدابات اللي كاينه دابا في فريق الدفاع الحسني الجديدي الا استثنينا الجعواني وموكوكو باقي انتدابات ما قدمتش الاضافه للفريق. وهذا اللي خلى الان الفريق كيدخل في هذه النتائج السلبيه، فريق اللي كيدخل بدون ما عندوش الهويه ديالو، فريق اللي كيلعب بدون نهج تكتيكي. اذا السؤال ديالي انا وهو كاينه فتره ديال الانتقالات الشويه. هذه الفتره ديال الانتقالات الشويه من المفروض على المكتب المسير انه يقلب على لاعبين اللي هما متمرسين، لاعبين اللي مجربين عندهم درايه بالبطوله الاحترافيه، واللي يمكن يكونوا لاعبين اوتور دي جوور دو كادر اللي يمكن هما اللي يوقفوا الفرقه. عادي يمكن لينا نعتمدوا على الشباب اللي خاصو يكونوا هذوك اللاعبين القدوه ديالو. اذا ما دام الفريق ما عندوش الركائز الاساسيه اللي يمكن ليها تمشي به، فغادي يبقى دائما الفريق يعيش في نفس المتاهه. وكنتمنى ان الانتقالات الشتويه يتم تدبيرها بالشكل عقلاني. وشكرا. السلام عليكم. شكرا سيد الرئيس. تحيه للزملاء ممثلي المنابر الاعلاميه. ما غاديش نعاود نفس الاسئله طرح الزملاء السابقين لان هي الاسئله ديال يمكن واقيلا يعني فيها تفاعل مع الشارع الرياضي الجزائري، خصوصا النتائج السلبيه البدايه
الغير موفقه ديال الدفاع في البطوله اللي كتبقى فيها علامه استفهام وتعجب. انا غادي نمشي غير الاسئله مباشره. السؤال الاول هو مستقبل سمير ودار مع الدفاع الحسن الجديد، لان واحد من اللاعبين اللي جا في الميركاتو الصيفي، واش كانت واحد علامه استفهام علاش غادر ناظر البركاني وعلاش ناظر البركاني في ودار، علما ان تبقى يوم او يومين عاد سمعنا انه عنده مشكل صحي وبانه خصو يدير يعني التشخيص دقيق، وكاين كلام على انه كان مساله فيها حتى ما مقتنعش ببعض الاطباء، يمكن وقيل الملف ديالو غيمشي حتى شي اخصائيين في فرنسا. غنعرفوا وضعيه هذا اللاعب وعلاقته بالدفاع الحسن جدا. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني هو عنده علاقه بالنتائج وبالريكريتمون، لان الدفاع كانت عنده واحد الصوره في السنوات الاخيره بالنسبه للبطوله على انه كتجيب لاعبين بقيمه ماليه محترمه، ما غاديش ننافسوا الرجاء والوداد صحيح، ولكن كنجيبوا لاعبين عندهم سميه، وحتى حتى القيمه الماليه ديالهم كانت شويه طالعه. هذا العام كنعرفوا كاين ازمه ماديه هذه واحد ما يخفيها، والتراجع ديال عدد المستشيرين، عدد ديال الجماعات المحليه. ولكن اللي بغيت الرئيس هو المستشعر الحقيقي او المحتضن الرسمي ديال الدفاع. كاين كلام على انه انقسم المنحه، وهذا بغينا نعرفوه كجواب من رجل مسؤول داخل فريق الدفاع الحسن، لان سمعنا فقط من مصادرنا الخاصه، ولكن بغينا نعرفوا فعلا هل المكتب الشرف والصفات يعني انقسم المنحه ويمتى تنقصات، ثم كيفاش غادي تسيروا هذه البطوله في ظل العجز المالي اللي سجل في التقرير المالي، في ظل المشاكل الاخرى ديال بعض المعطرين مازال ما مخلصينش. يعني فين مجال لجنه الماركتين في هذه الجائحه ديال كورونا؟ كنعرفوا الوضعيه الماليه ديال الفروق وديال الاقتصاد ومشاكل الاقتصاد الدولي. اذا انتم كيفاش شنو خصكم مجهود استثنائي هذه السنه باش تحلوا مشاكل ماليه اون باراليل باش تقلبوا على اللاعبين في المستوى؟ شكرا. مصطفى إسعاد تفضل. السلام عليكم. اولا شكرا على الدعوه وشكرا على هذه الندوه الصحفيه. عندي جوج اسئله مباشره. السؤال الاول، انتم كمكتب تنفيذي كيف تقرؤون النتائج المحققه حاليا وهذه الازمه ديال النتائج؟ ثانيا، كمكتب مسير ما هي الخطوات المستعجله اللي درتوا باش تغلبوا على هذه الازمه ديال النتائج؟ وشكرا. شكرا. تفضل يا اخوان. سيسيكات تفضل. سيسيكات تفضل. اكتبي الميكرو سيسيكات ولا كنسمعوش؟ اكتبي الميكرو ما كنسمعوش. سيسيكات اكتبي الميكرو ديالك. سيسيكات اكتبي الميكرو. سيسيكات مزيان. تسمعني سيد الرئيس؟ تحيه سيد الرئيس. تحيه الاعزاء. نتمنوا الشفاء العاجل لاطار جزائري الساعه بحق من شيخان العوده الاقرب للميادين والفريق. السؤال ديال السيد الرئيس كان طرحه الزميل منير، والسؤال ديال الفلوس. ديما انا خصوص الفلوس السيد الرئيس فهمتي، خصوص كما كان السيد منير كانت واحد تحدث بعض المصادر عن القيمه الماليه تقدمها المحتضن الرسمي بحوالي 600 مليون، خصوصا الفريق اللي يعيش واحد الازمه مش ازمه في ظل شح الموارد الماليه وتراجع بعض المؤسسات المنتخبه في الفريق اللي تقدمت وعود سابقه. نظن ان الفريق هو اللي كان متاثر خصوصا بالنسبه لهذه المنحه. بغينا نشوفوا شنو هي الاجراءات المتخذه من قبلكم السيد الرئيس في ظل هذه الازمه الماديه تعيشها الفريق مستقبلا، تدبير من خلال المسيره خلال الموسم الحالي. وشكرا. شكرا سيسيكات. الاخوان سعطيف منير الا سمحتوا الزملاء واحد السؤال قبل ما ياخذ الكلمه. هاد الزملاء هو علاقه المدير الرياضي او المناجر الكلوب اللي هو عزيز بودرباله بعبد الحق بن شيخه. ثانيا كيتسائلوا الناس على واش هاد الانتدابات اللي دارت
صفقات بن شيخه ولا بن شيخه هو اللي كونفيرمها، يعني كانت مباركه ومصادقه عبد الحق بن شيخه؟ لان هذا السؤال كيطرحوا الناس كيقولوا اللاعبين جاو كان عبد الحق بن شيخه، بغينا نعرف واش فعلا هذه الانتدابات السبعه اللي دارتو بما فيها سمير وضار كانت كلها المباركه ديال عبد الحق بن شيخه. والثاني سؤال هو شنو الدور ديال العزيز بودربالي داخل الامور غير واضحه، شنو ديال الرياضي ولا التقني؟ شكرا. شكرا. إخوان مازال شي تساؤل؟ شكون؟ نجاوب على الأسئلة يمكن؟ ندوزو الجواب على الأسئلة. الو سعد غيتومي تفضل. سعد غيتومي تفضل. الو تفضل كنسمعوك. انا بغيت واش كتسمعني يا سي عبد اللطيف؟ كنسمعوك. الو كتسمعني؟ انا عندي واحد السؤال الاول اللي ثاروه الاخوان، هو ان كاين المحتضن رسمي، ماشي محتضن، واحد المستشهر رسمي اللي هو المكتب الشريف فوسفات. الاتفاقيه اللي كانت دارت هذه سنوات كتقضي اننا نمروا المراحل باش يولي الاحتضان الشامل. انا اليوم كنسمع ان المحتضن او المستشير كينقص، اذا بدل ما نمشيو للاحتضان الشامل، شنو الاحتضان الشامل؟ وان الميزانيه التقديريه السنويه ديال الفريق غادا تجينا من واحد الجهه معينه. بالنسبه للعمليه ديال التخلي ديال المجالس، هذا ماشي تخلي، كاين جائحه ديال كورونا، كاين واحد العمليه ديال مراجعه ديال الاتفاقيات، فلهذا خاص تستعملوا الكلمات في المكان ديالها. بالنسبه للسؤال ديالي، الوقت اللي كنبداو الندوه الصحفيه وكنتعاقدوا مع مدرب، كنتعاقدوا معاه على اساس يصرح بعقده ديال الاهداف، فانا ما بقيتش فاهم ملي كنقولوا غنلعبوا على الالقاب خاصنا ما نطلقوش اللعابه، ملي كنقولوا غادي نبنيو فريق ممكن نطلقوا اللعابه ونطعموا، ولكن انا كنتسائل اشنا هو الدور ديال المركز ديال التكوين ديال الفريق. ثم سؤال ثاني، خلال هذا الاسبوع تنشرات واحد المجموعه ديال الاخبار على بعض الاسماء ديال اللاعبين اللي كينتميوا للاسره ديال الدفاع الحسني الجديدي، كنلقاهم في ستاد ماروكان، كنلقاهم في خنيفره، كنلقاهم في بجاعد، كنلقاهم في واد زم. انا كنتسائل واش هاد الناس مشاو باذن من الفريق ولا ان الفريق تخلى عليهم، ام كاين عمليه ديال بين قوسين نقولوا واحد التهجير سري ديال واحد المجموعه ديال الاسماء ديال اللعابه ديالنا اللي كيبانوا حتى كيفاجئونا، وفي بعض المرات كنكونوا لاعبين ضدهم وكنهزموا بنيران صادقه. وشكرا. استاذ ناسي تفضل. استاذ ناسي تفضل. تفضل. ما كنسمع والو انا. لا كنسمعوك، حنا كنسمعوك كتسمعوني؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحية للزملاء، سنة سعيدة على الجميع، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء حتى نكونوا نتابعوا المقابلات ونرجعوا للحياة العادية جدا. السؤال ديالي هو أن مصادر مؤكدة تؤكد أن مجموعة المكتب الشريف فوسفات حتى ذاك الدعم اللي كتعطي الفرق 5 اللي هي
دفاع الحسني الجديدي، اولمبيك خريبكا، اولمبيك العسفي، اولمبيك اليوسفيه، شباب بن قرير، سريع واتسون، ان هاد الدعم اللي كتعطيهم غادي تولي يصب مباشره في الميزانيه ديال الجامعه، والجامعه هي اللي توزع على كافه الفرق بالتساوي. وحنا كنعرفوا ان فريق الدفاع الحسني الجديد كغير من الفرق اللي كتواجد فيها مجموعه قسم شريك الفوسفات، هذه هي اكبر منحه عندها. الدفاع الحسني الجديدي اذا كانت مأكده، المكتب المديري مأكد ان هذه المنحه، ان المكتب شريك الفوسفات غيدير فيها اعاده النظر هذه السنه الى نهايه الموسم، والسنه المقبله غيسلمها الجامعه. اذا كان المكتب المديري متاكد من هذه المساله، واش كيفكر بعد تحويل الدفاع الحسني الجديد الى شركه من البحث على العديد من المستشهدين او المدعمين اللي جديده عامره بهم؟ كاينه دبي القابضه اللي هي طاقه الروكو، كاين سوناسيد، كاين واحد المجموعه ديال المؤسسات الصناعيه في جرف اصفار، مجموعه من المؤسسات الصناعيه، اضافه كيف قال الزميل غيتومي ان الظروف ديال الجائحه هي اللي خلات واحد المجموعه من المؤسسات السوريه تراجع المنحه اللي كانت كتعطي للدفاع الحسني الجديد. وشكرا. شكرا استاذ. شكرا استاذ. سيد الرئيس، سناسي بقى واحد السؤال، نسيت واحد الاشاره. الو كسمع؟ الو كنسمعوك اسم القريب، تفضل. كنسمعوك اسم القريب، تفضل. انا بغيت نعرف دائما في اطار التواصل، كنهضروا على التواصل، جميع الفرق في التراب الوطني خاصه الوداد والرجاء لقاو ان لهم علاقه مزيانه مع الجماهير ديالهم، وهذه العلاقه كتبنى على ثقه، على مجموعه من الوسائل اللي ممكن كمكتب نتوما تلجؤوا لها باش تصفيوا ديك العلاقه. هنا الكلمه جديده، الجماهير الجديديه كتطالب دابا برحيل هذا المكتب المسير. اشنو هما نتوما الاجراءات اللي ممكن ديروا باش تعاودوا ترجعوا هذيك اللحمه اللي كانت ما بين الدفاع الحسني الجديد والجماهير ديالو؟ وشكرا. شكرا شكرا سي بوطريو. اخوان، اذا ساليتوا، اذا كانت اسئله في النص نحاولوا نديروا الاجابه على الاسئله. صافي اخوان، نديروا توضيحات الاسئله. اخوان، كما بقى تدخل نديروا توضيح بعض الاسئله ديال الاخوان اللي هي الهدف ديالها هي اسئله مشروعه. الهدف ديال اليوم التواصل مع الاخوان ديال الاعلام من خلال الظواهر الجديده. ثم كان التدخل الاول ديال السي بوطريو، الاشكاليه ديال النتائج، ثقافه البطولات التجاريه، التواصل، يعني نتائج بارالمبيه ما كانوش شويه امتدادات تسويه. بالنسبه باش نكون حاجه نعطيوها، نحاول كل اخ نحاولوا نجاوبوا في الاسئله ديال السي بوطريو. بالنسبه للميركاتو الشتوي، حنا كنتكلموا على الانتدابات اللي هي مسؤوليه ديال الطاقم التقني، يكون عليها سواء الاقتراحات سواء المدير الرياضي والكلمه الاولى والاخيره ديال ساعه حق الشفاء اللي هو المسؤول الاول على التقني، باش نتكلموا على القضيه ديال الانتدابات. المسطره ديال الانتدابات كيشرفوا على الناس التقنيين، كيف ما عرفتوا هذه السنه نتكلموا بوجدان على الانتدابات الاخيره. مجموعه ديال اللاعبين اللي انتقلوا، اللي كانوا في الفريق ومشاو لفرق اخرى، لاعبين كنتو معنا واحد 53 كيف
كما كتعرف كاينه واحد المعادله يعني كنحاولوا نسيروا مجموعه ديال المطالب كتكلم كما جا التدخل ديال السي عبد الله طور ديال مركز التكوين وكيعطي اللاعبين الامكانيه ديالهم يكونوا بالجوع تاع الفريق العام. وعدم الأخرى مجموعة ديال اللاعبين يكونوا مشكلين درجة المطالب. سي عطيف غادي نقاطعك سي عطيف. الله يستر عليك الا دخلت التليفون ديالك ودخل بحال اللي انت تما بارتيسيبو معنا ويكون الصوت اوضح. خدم التليفون ديالك قدامك تحطو قدامك مزيان. ما كنسمعوش. من الافضل جيب التليفون ديالك السي عبد اللطيف ديرو قدامك كانك تتبع ان شوف لك اخوان واش كتسمعوني احسن دابا بالتليفون؟ 10/10 مزيان. لا سي دابا الصوت مزيان. سي بون تكلموا بالتليفون ما كاينش مشكل. اوكي الوغ بالنسبه الاول ديال السي المقربين فيما يخص الانتدابات انا غنحاول نعطي واحد سي بون. بالنسبه للانتدابات باش نتكلم على نتائج ديزاكتيفي التليفون الاولاني عبد اللطيف ديزاكتيفي الاولاني عبد اللطيف ديال الفريق. عرفنا بان السنوات الاخيره هو فريق اللي كيبدا دائما المراتب المشرفه. السنه الاخيره وهذه ما كتمشيش مع متطلبات الجماهير، كانت خصها تكون واحد الانتدابات علما ان مجموعه ديال اللاعبين اللي كانوا معنا وغادرونا في فرق اخرى. اللي كنقولوا مغادره ديال مجموعه ديال اللاعبين باش ما يكونش هناك الاغلبيه ديال اللاعبين اللي كيغادروا الفريق كيكون دوزوا واحد 3 ولا 5 وبيان كتكون مطالبات ماليه اللي كتفوق كثير الامور ديال الفريق ديال الدفاع عن الجديدي او بما يخص الرندمون ديالو كيكون ناقص على بالنسبه لنا مع السجون كيسمع والو. يعني من هذه واحد ما كنسمع والو ومن بعد نفس اللاعبين السنه اللي من وراها مشاو لا الشامبيونز ليغ مشاو لكاس العرش النهايه لعبوا لا دوزيام بلاص لعبوا لكاس فينال يعني فتره انتقاليه. بالنسبه للمسطره ديال هادشي ديال الانتدابات اللي كيشرف عليهم الاختيار الاول والاخر كيكون ديال مدرب الفريق بالتنسيق يعني كيكونوا اقتراحات سواء من المدير الرياضي او مجموعه ديال الدخلاء ديال اللجنه التقنيه ولكن الشوا البرومي والاخر ديال كيكون ديال مدرب الفريق. غير احنا ملي كنتكلموا على الانتدابات ديال هذه السنه كانوا نورمالمون كانوا خصهم يكونوا واحد 8 ديال الانتدابات ابار الخمسه اللي كاينين. يعني ملي كنتكلموا ستانيسلاس ولا الجعواني ولا اللاعب ميكي ولا اللاعب موكوكو ولا سمير هادو هما اللي كانوا 5 الانتدابات. من هاد 5 الانتدابات 3 ضمنوا الرسميه ديالهم واكدوا ان المستوى ديالهم مزيان. اللاعبين مازال ما تاقلموش بالصفه الكافيه وداك الشيء علاش الاطار التقني راه كيشوف ليه هو انسب واللي جاهز هو اللي كيكون لاعب. يعني من 5 اللاعبين 3 كانوا اللي هما حاضرين. كان اشكاليه ديال المهاجم اللي كان غيلتحق لنا الاصابه ارتئينا لنا الاصابه اللي كان تعرض لها هنايا خلانا ما نديروش التوقيع ديال الرسمي او مع الفريق. من غير المهاجم الرسمي كان سامر ودار
بالمناسبه كنتمناو له الشفاء، لان قبل من التاهيل اللاعب التاهيل ديال اللاعب مع كشوفات او عند في الجامعه الملكيه المغربيه خاصو يدوز مجموعه ديال الكشوفات. كنتمناو له الشفاء العاجل، يعني امور اللي هي صحيه بلا ما ندخلوا عليها في لي ديتاي ديالها مع ديال السي سمير ويدار. سي ان جوور اللي هو كان كونفيرمي، كان لعب لا فينال ديال لاكاف، مي امور صحيه بحكم اننا كنتابعوا مجموعه ديال الخطوات في هذه الامور الصحيه والفحوصات الطبيه باش يكون سالم. يعني كيفاي من اصل اللاعبين اللي كنا غنجيبوا 8 جوار، 5 اللي كانوا كادرين، 5 هما اللي كملت العقده ديالهم مع فريق الدفاع الحسن الجديدي، 3 ما كملتش. من هاد لي 5 3 ايزون كونفيرمي، يعني اللاعب ديالهم اللاعب موكوكو ولا اللاعب الجعواني او اللاعب ستانيسلاس. باقي التاقلم ديال اللاعبين الثانيين يعني باقي ما تاقلموش مع اللاعب، وهذا الشيء راه ما عندناش غير في الجديده، جميع الفرق رغم ان الجديده معروفه في السنوات الاخيره باغمي لي كلوب اللي كيكون عندهم انتدابات اللي هي دائما في المحل ديالها، في المحل ديالها. يعني مجموعه الفرق كيكونوا انتدابات ماشي كيكونوا 100% ناجحين. بالنسبه للنتائج كنتكلموا عن النتائج، حنا كنتكلموا على 5 دورات، النتائج 5 دورات. حنا ما راضيينش حنا على النتائج، لان الفريق ديالنا عاهدنا الهويه ديالو كيكون الفريق دائما النتائج ديالو قويه بالمردود قوي. هنا كنختلفوا بين النتائج والمردود، يعني من اصل 5 المقابلات كنا نقدروا واقيلا نفوزوا ب3، يعني بالشهاده ديال الاخوان، سواء في مقابله اللي كان فيها التحكيم الدور ديالو مصيري، في مقابلات اخرين يعني لا تطوان ولا الفيس سون دي ماتش اللي كنا نقدروا ناخذوهم حنايا اكثر. ما مشاتش النتائج ولا المردوديه مع النتائج، وكنعرفوا ان الفوتبول كيامن في الاخر غير بالنتائج. لهذا بالاستشاره مع الاداره التقنيه ولا مع سي عبد الحق بن شيخه كاين مجموعه ديال اللاعبين اللي غيتم الجلب ديالهم يعني في القريب العاجل، منهم يمكن غيلتحقوا في الايام القليله القادمه، سواء مركز ديال الدفاع بحكم ان مجموعه ديال الاخطاء كتمر على المستوى الدفاع. كاين مهاجم اللي غيلتحق بنا، واحتمال غيكون مهاجم او مهاجمين او وسط دفاع، دو يعني قريبين غيكونوا اللي غيلتحقوا في اقرب وقت واحد اللاعبين باش تعطى الدفاع الحسن الجديدي الى واحد الاضافه. ما نساوش المجموعه ديال اللاعبين اللي التحقوا بالمركز من مركز التكوين. ملي كنتكلموا على مركز التكوين هنا بالمناسبه كنهنيو المنتخب ديال ايفان ومعاهم كان المهاجم ديالنا الدرعي التاهل ديالهم للكاف. هذه راه هو النتائج ديال العمل ديال مركز التكوين والقاعدين اللي هو كان مطلب ديال الجماهير كاملين، وهذه بعض المرات كتكون ضريبه لان يعني اللاعب خاصو يتاقلم مقابلات اكثر. التحق بنا الدرعي الخنفودي العنوري بالاضافه لبوخريس، اللاعبين ديال المنطقه اللي كاين عندنا سواء شعيب فتور ولا مصطفى الشيشان ولا مهدي قرناص، يعني راه واحد لوساتير ولا من الفريق ديال الاقليم اللي كان هو مطلب ديال الجميع. حنا كما كنقول لك ما كنساوش هذا الشيء، ما كيغطيش لينا التوجه ديالنا. الفريق ديالنا عاهدنا انه ديما كيكون في المراتب الاولى في هذه 10 سنوات الاخيره باستثناء سنه او سنتين، ما يمكنش لنا الا نشوف هذا التوجه ديالنا. هذه بالنسبه للانتدابات. السؤال ديال سي بن قريو على تسويه بعض اللاعبين بالوضعيه الماليه ديال الفريق والرقم. بالنسبه كاين بعض المرات كتكون نزاعات اختلاف بعض الفرق مع اللاعبين ديالهم على المبالغ اللي خصها تسوى في الجامعه. هو موضوع خلاف مع بعض اللاعبين على المبالغ اللي تسوى ديالهم. المتطلبات ديالهم تقدر تكون هكا، مي من ناحيه الرجوع العقود ديالهم معنا وهكا اش غتبت فيهم الجامعه باقي ما كاينش البت في الجامعه في هاد الامور الوضعيه الماليه ديال اللاعبين. بالنسبه لحنايا جوست كمان اللاعبين اللي كانوا عندنا ولا اللي كنا طلبناهم في الفتره الانتقالات الاولى كلهم كاليفي، كلهم عندنا لي جوار ديالهم، كلهم لي جوار ديالنا كاليفي وكلهم كاليفي، وحتى اللاعبين ان شاء الله اللي غيكونوا ولا غيحضروا نتمنى ما غيكون ما عندناش حتى مشكل، لان الجامعه الملكيه المغربيه هي حريصه باش يكون واحد التوازن بين مداخل الفرق وبين مداخل الفرق واللاعبين المنتدبين. هنا فين كنتكلموا ان مجموعه ديال الناس كيتكلموا كيقول لك ما يمكنش يمشي حتى لاعب وتجيب اي لاعبين. هنا كتهضروا على الوضعيه الماليه، لان الوضعيه الماليه كتعكس
الانتدابات وطريقه الانتدابات اللي خصها تكون. ومن هنا يعني مجموعه ديال المنابر يتكلمون على ارقام فلكيه، كيتكلموا على اللي خسرته الدفاع الحسن الجديدي في 10 سنين 15 عام، هو ما كيمثل الا الربع ولا الثلث ديال المجموعه ديال الفرق اللي هي دابا كتنافس على الالقاب. لان ملي كتكون في واحد نتكلموا على البطوله ونتكلم على المنافسه، حنا ننافس رغم شح ديال الموارد الماليه، انا كنتكلم عليها بالمقارنه مع الفرق اللي كننافسوا معهم سواء في كاس العرش ولا في البطوله. ولكن كيف ما قلت لنا الدفاع الحسن الجديدي وعدنا عندنا النفس ديالنا حنا ولا المتطلبات ديال الجماهير الجديديه بهذه المداخل اللي هي جد محدوده. كنحاولوا كندبروا الامور ديالنا، لان في المداخل اللي هي قاره ديال الدفاع الحسن الجديدي اللي هي قاره سواء من كان سواء المستشار الرسمي او الجماعات، هذوك المداخل كتمثل غير 50% ديال البيدجي باش الفرقه كدور. 50% باش يعرفها الجمهور الجديدي وكيعرفها المتتبع الراي العام، باش ما يبقاش هنا المعلومه كتخلط. 50% كيدبرها المكتب المديري سواء بالعلاقات ديالو مع المستشارين ديالهم او في الاستثمار في العنصر البشري او من موارد خاصه ديال المكتب المديري باش الفريق يبقى غادي في السيروره ديالو. يعني باش نتكلموا ديما كيكون عندنا واحد العجز اللي المكتب المديري هو اللي كياخذوا على العاتق ديالو باش يكون. هذه في السنوات الماضيه، هذه السنه غنرجعوا لها من خلال التكلم على الاسئله الاخرين ان شاء الله. بالنسبه للسي خنفودي، السؤال ديال السي عبد الكريم يارا، الجانب التقني مواليه الانتدابات. السي عبد الكريم يارا ما ناخذوش الكلمات، لان انا كنعاود ناكد يعني الجانب التقني من شكون هذا اللاعب اللي غيلعب وشكون اللي ما غيلعبش، شكون يصالح وشكون ما يصالحش. الناس اللي كيقابلوا هما الناس التقنيين. هذا هو التوضيح، ونعاود نرجعوا التوضيح ديالو، لان ما يمكنش الامور التقنيه غندو ندخلوا حنا في هذه الامور التقنيه، ولكن كنعطيو حنا لا استراتيجي كنعطيوها بلا ما تاخذها بحزازات. السي عبد الكريم يارا مادام كررتيها، بالعكس الامور التقنيه كاين ناس تقنيين اللي خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم وكيتحملوا المسؤوليه ديالهم. الانتدابات ورينا الطريقه والشكل كيفاش كيكون الانتدابات. نفس القضيه اللي كانت الانتدابات، هاد الانتدابات اللي نتكلموا عليهم غنرجعوا واحد 5 كون لور. راه ملي كان عندنا ازار وكان عندنا حداد وجبنا هاد الانتدابات، راه نفس اللي كريتيك كانوا اكثر من هكا. مي من بعد بينوا انهم بعد لادابتاسيون ديالهم بينوا انهم عطاو واحد القيمه المضافه. وهذا الضغط اللي كيكون بعض المرات الضغط كثير على اللاعبين اللي جون حتى هما على النتائج، حتى هو كيأثر نيجاتيف على المردوديه ديالو. بالنسبه للدور ديال المعيد الذهني ياك السمياره، الدور ديال المعيد الذهني انه معنا المعيد الذهني وخسرنا الفينال، وكما قلتي خسرنا 3 دومي فينال وما ديناش البطوله في 2017. انا غنشوفها معكوسه، انا نعطيك معكوسه. انا ما كنشكر كل واحد اللي كيعطي المردود ديالو راه معنا، كيوصل واحد الوقيته ما يكونش عنده المردود راه يقدر ما يكونش معنا، ما عندناش اشكاليه. ملي كنتكلموا راه خسرنا الفينال غنتكلموا حنا وصلنا للفينال، اسكو هو اللي وصلنا للفينال؟ ماشي غير هو، حيت كنقولوا فينال خسرنا الفينال وحنا ربحنا حتى داك الدومي فينال. اش نقولوا المعيد الذهني هو اللي كيربحنا للدومي فينال، المسؤوليه ديال الجميع. ملي كنخسروا فينال كنخسروا المسؤوليه الجميع. ملي كتاهلوا حتى هو راه ما كنقولش راه حتى اللي ديتيني الشامبيونز ليغ ولا حتى اللي ربحتيني فيتا كلوب، لا، المسؤوليه ديال الجميع. سمعت المسؤوليه ديال الجميع. وانتم الاخوان كتعرفوا الناس كتعرفوا اكثر يعني الدور ديال المعيد الذهني. انا كنقول لك لادابتاسيون ديال لي جوور سورتو ديال لي زافريكان ولا ديال الجوار اللي يلاه كيجيو، راه واحد لوغول كبير كيدير المعيد الذهني بوغ لادابتاسيون ديال لي جوار. صافي دير با ملي كنخسروا المعيد الذهني ولا نربحوا المعيد الذهني، هو حلقه من مجموعه ديال الحلقات اللي كتحملوا فيها حنا مسؤوليه وانتم تحملوا فيهم المسؤوليه. لادابتاسيون ديال كل شيء، حتى المحيط. دابا المحيط عشان كنتكلموا على المحيط، دابا لي جوار يلعبوا الماتش راه ما كيتكلمش مع المعيد الذهني ولا دابا وسائل التواصل ولا كيقرا هناك، يقدر يشوف حتى سي عبد الكريم ياراش كتب، يشوف واحد شنو اخرى تاثيرات سلبيه كنحاولوا نقصوا من هاد التاثيرات الا كانت هي سلبيه، كنحاولوا نخليهم في الوجوه الجاي يكونوا حاضرين ذهنيا. بالنسبه للسي خنفودي، الازمه ديال النتائج
التنافس. هو واحد السؤال السي خنفودي ديما كان من بين الناس اللي كيتكلموا على ضروره اشراك الشباب وليجون ديال المنطقه. شوف حنا كمكتب مديري نتحمل المسؤوليه. حنا ملي درنا هاد الشباب ودرنا هاد الاعاده ديال الهيكله، لان حنا صافي دابا العام اللي فات والعام اللي قبل شناهي كنا ويتيام اونزيام. حنا ما راضيينش على ويتيام واونزيام باللاعبين اللي مشاو، كنا ويتيام اونزيام. كان خاصنا ندير واحد التغيير، وضروري تكون خطوه للوراء ان شاء الله باش تكون واحد الخطوتين للامام. وهنا ملي كيكونوا الشباب حنا كنتحملوا المسؤوليه. درنا شباب غنصبروا على لي جون ديالنا، ضروري التعزيز ديالهم بدعامات اللي غيبقاو واللي كيكونوا عندهم ليكسبيريونس هذه دون. ولكن هاد الشباب راه كان مطلب ديال الجميع، وما درناش زعما بواحد الطريقه عشوائيه. اعطيناهم لي ديغنيي ماتش باش يلعبوا، باش نشوفوا الانسب باش يكون معنا، وغيكون التعزيز ديالهم بلاعبين اكثر. لان ملي كتكلموا على 5 المقابلات راه نتوما راه كتعرفوا الكره ووليتوا زعما الحمد لله كاملين كتبعوا الكره. يعني اللي سولته غيقول لي 3 ماتش ما كناش خصنا نتعادلوا فيهم، كنا خصنا نربحوهم. يعني بعض المرات حتى الحظ ما كيمشيش مع المردوديه. يعني اذا شفنا حتى لي ستاتيستيك في لي بروميير، يعني حتى الا شفنا شحال ديال كان عندنا السنه الماضيه كنتكلموا على واحد العجز هجومي الفريق ما كيوصلش. يعني مجموعه ديال حنا واقيلا ثاني هجوم هذه السنه، كانوا بعض المجموعه ديال الامور على مستوى ديال 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 لا ديفونس، مجموعه ديال المقابلات اللي كنا خصنا يمكن واقيلا كان خصنا نربحوهم. مي صافي ديك نربعوا يدينا. الملاحظات اللي كيلاحظ الطاقم التقني ولا فيما يخص الخصائص ديجا كتكلم على انتدابات. ديجا اللاعب وسط لاعب خط الدفاع ديجا تم التعاقد معاه في اطار اجراءات، يدير الاجراءات الطبيه ويدوز المراحل الطبيه ديالو. كاين مهاجم اللي غيلتحق معنا، كاين مركز وسط الميدان. صافي ديك راه عندنا واحد لو جروب اللي هو فريمون ناقص. حتى لا غيكون الاجماع لا عطينا الاخوان كيتكلموا نقول له عطيني المجموعه، يعني الاغلبيه غيتكلموا 2 لاعبين ولا 3 اللي كيشوف المردود ديالهم ناقص. من الاغلبيه كيعطيو مردود اللي هو لا باس به ومازال غيتحسن مع المقابلات ان شاء الله. بالنسبه سي خنفودي، لا الفريق يلعب بدون نهج تكتيكي. سي خنفودي مجموعه ديال المقابلات انا كنتكلموا باستثناء 20 مينوت الاولى اللي كانت عندنا اللي كانت هي كارثيه مع لو سي اس، مجموعه المقابلات اللي كانوا في المستوى. وهنا هو الهدف ديال هذه المقابلات. دابا عندنا واحد الفتره ديال واحد الشهر مجموعه المقابلات اللي حنا تبعنا كاع المقابلات الحبيه، كان بالعكس كان واحد ارتياح على المقابلات الحبيه. ولكن المقابلات الحبيه ماشي هما الرسميه، كاينه واحد نديه. المقابلات كملناهم ب 10 لاعبين وكانوا اللاعبين حاضرين. المقابله الاخيره ديال الفيس كنا في المستوى، يعني كنا اقرب للانتصار. مقابله الوداد entre parenthèses امور ديال التحكيميه بوتيت اثرت مباشره على المقابله. كيف في 5 الماتشات راه كنا بزاف المقابلات نكونوا مزيانين، ولكن ديما حنا راه كنقولوا ما راضينش، لان حنا كنشوفوا الفوق ومازال ان شاء الله يكون حويجات اللي هي تكون جد ايجابيه. بالنسبه للسي احمد منير، بالنسبه للنتائج السلبيه تكلمنا على سمير ودار، يعني في الجواب ديالنا على سمير ودار. اولا ديما كنا تعهدنا باش كنكونوا عندنا لاعبين ذو قيمه مضافه. انا غنتكلموا كما دابا احنا ديما البحث غيكون على اللاعب اللي غيعطي الاضافه ان شاء الله، وحتى ديك لا مارش. يعني حتى في الانتدابات الاغلبيه في الانتدابات كيكون لاعب اللي يقدر ما يتاقلمش لك، ولكن بشهاده الجميع ان الدفاع الحسن الجديدي ديما كان كيدير انتدابات اللي في المستوى. حتى هاد اللاعبين اللي كنتكلموا عليهم مشاو راه حنا درنا لهم الانتدابات ديالهم، حنا اللي درنا الانتدابات هادو اللي تكلمنا عليهم وقلنا راه في المستوى مشاو. حنا اللي كانوا مع الاطر التقنيه كنا وراء الانتداب ديالهم. كنوعدوكم حتى حنا دابا مازال غيكونوا انتدابات اللي في المستوى، وكنتمناو حتى اللاعبين اللي ما عطاوش القيمه المضافه يتاقلموا بسرعه، واللاعب اللي بعيد ولا تاخر في التاقلم ديالو راه غيكون بطريقه ولا اخرى غيكون فك الارتباط معاه كيف ما كنا كنديروا في السنين الاخيره. بالنسبه للسؤال على المستشار الرسمي، كيف ما كتعرفوا مشكورين الناس اللي كانوا
على التدخل ديال المستشار الرسمي. كما كتعرفوا المنحه يعني الميزانيه التسييريه ديال الدفاع الحسن الجديدي كترتكز بالاساس على المنحه ديال المستشار الرسمي اللي كما تدخل سي عبد الله الغيتومي ان كانت في اطار ان يكون تدريجي باش من بعد يكون واحد الاحتضان الشامل. هنا مؤخرا مع الجائحه ديال الكورونا رغم ان الفروق الميزانيه ديالهم كتضاعف هنا كاين تراجع ديال في الفتره ديال الكوفيد. كان عندنا مع اجتماعات مع الناس ديال المستشار الرسمي تفهمنا الموضوعيه ديال هذه السنه على اساس تصحيح الوضع في السنه المقبله يعني السنه 2021. وانا كنشاطركم الراي يعني كنشاطر الراي يعني في شبه غياب ديال الدعم ديال المجالس المجلس المحلي ديال مثلا ديال بعض المجالس المحليه. باستثناء هذه السنه توصلنا ب 2 مليون درهم في السنه الماضيه يعني المجلس الاقليمي 1 مليون درهم ومجلس الحوزيه مشكورين 1 مليون درهم يعني حتى الجماعات الحوزيه يعني عندهم ديال 5 مليون درهم اللي ما توصلتش بالدفاع الحسن الجديدي. المجلس البلدي كنعرفوا الاكراهات ديالو لمده سنتين ما توصلنا بصفر درهم. علاش هذه المعلومه توصل؟ لان بزاف كيقولوا راه كاين الفلوس الجديده وصلنا لدرجه الفلوس ديال الجديده راه كثيره وغير شيطه. هذا هو المغالطات ملي كيوليو الوليدات كيقراو بان الجديد راه كلها فلوس وراه عندنا ليكسي والناس راه فلوس غير شيطه. بالعكس راه كنكملوا من عندنا غير باش يوصل له ميساج. حنا كنكملوا من عندنا حنا كنديروا مجهود باش يكون الفرقه في بهذه الطريقه وبهذه الامور. حنا كنديروا مجهود اكثر يعني بهذه المغالطات اللي كتحاول كتاثر بواحد الطريقه نيجاتيف على الجمهور. حنا محتاجين الجمهور الجديد يكون معنا وملي كتعطى المعلومه بان الدفاع الحسن الجديدي راه عندها كاع جميع الشروط متوفره ماليه ولكن ما كاينش. بالعكس احنا في ظل هذه الازمه الماليه كنحاولوا نسيروا ونخليوا الفريق الدفاع الحسن الجديدي الطريقه المزيانه. وقلنا 50% ديال المداخيل كيسيرها المكتب المديري ديال الدفاع الحسن الجديدي بالعلاقات. الشكر موصول بالنسبه للمكتب الشريف الفوسفات المجالس المنتخبه لا المجلس الاقليمي ولا المجلس الحوزيه اللي عطانا حتى المجالس اللي عندهم مشاكل كنشكروهم لانه ديما كيحاولوا يتواصلوا نشوفوا واش نقدروا نلقاو معهم حلول وعلى راسهم السيد العامل لان مجموعه المشاكل كنعطيوها السيد العامل تدخل لنا في مع المجلس الاقليمي ولا مع الحوزيه عارفين المسؤوليه لان الفريق باش كيتسير خصو موارد ماليه تكون قاره. رغم هذه الموارد الماليه هي ماشي قاره وكنحاولوا نخليو الدفاع الحسن الجديدي في الامور ديالو. كنحاولوا نديروا انتدابات كناخذوا ترخيص من الجامعه بما يخص يكون عندنا انتدابات. هذه راه امور ما سهلاش. اون باراليل كنمشيو في البنيه التحتيه. خاصنا نقولوا انفستيسمون على البنيه التحتيه بلا ما كنتكلموا على السنوات اللي فاتوا. هذه السنه حنا كما عرفتي حتى العشب ديال الدفاع الحسن الجديدي راه كيتكلف فيه فريق الدفاع الحسن الجديدي والمستخدمين ديالو. الامور ديالو حنا اللي كنوقفوا عليها. شفتوا البنيه التحتيه واحد التحسن اللي فات 7 سنين ولات اصلاحات اللي كدار. هذا راه مجهود ديال المكتب المديري بالتنسيق مع الشراكات مع الناس هنا. وبالنسبه كنتكلموا دابا على المركز ديال التكوين. السؤال ديال السي عبد الله غيتومي المركز ديال التكوين حتى نعرفوا شي شويه شكون السؤال. ما عرفتش شكون طرح السؤال. الدور ديال عز بودرباله السي عبد الحق بن شيخال الفريق الاول. هادشي كلشي اللي كنتكلموا عليه الفريق الاول. مي غنعطيكم واحد هاد الاستراتيجيه اللي حاولنا نديروها ديال التعاقد مع السي عز بودرباله. اليوم لا في اليوم دابا كاين اصلاحات في مركز التكوين حاليا لان غيولي يدير الايواء ديال اللاعبين ديالو رغم هاد الازمات اللي كيكونوا ماليين رغم مجموعه ديال الامور. لان كيف ما عرفت واحد الفتره ديال اللي كانت توقف من شهر 3 حتى شهر 10 يعني كنا وقفنا النشاط ديالنا بصفه نهائيه يعني ما كانش يعني حتى التدريب ما كانش كانت وقف. دابا حنا كنغوبخو ديال هاد السنه المقبله كاين اعاده الاصلاح ديال مركز التكوين ويمكن اي واحد يمشي يشوف دابا الاصلاحات اللي كدار مجهودات ديال المكتب المديري ولكن نحاولوا مع الشركاء ديالنا. شنو هي اللي عندنا حنايا؟
اللي عندنا كيف ما كنا في الجامعه، عندنا الجامعه عطات واحد المشروع ديالها، حنا واحد المشروع حطيناه مع السي عزيز بودرباله مع السي سعيد حدوش، غنكونوا واقيلا حنا رائدين وسابقين. حنا كنا ديما كنتكلموا على الفورماسيون، انا كنتكلموا على التكوين. هاد السنه غنتكلموا على التكوين وما بعد التكوين، لا بوست فورماسيون. هنا مجموعه ديال اللاعبين كما كنتكلموا كانوا كيوصلوا ليسبوار، من بعد كيمشيو لفرق اخرين، هنا مجموعه الفرق الاخرين. هنا دابا غنتكلموا على البوست فورماسيون، يعني اللاعب كيوصل ليسبوار كتبقى خاصه شي حاجه باش يولي جاهز يلعب في الفريق ديال البريمير ديفيزيون ولا الفريق الاول. وغتكون دي سيلول ديال ريشيرش دي زاناليز، ميم لي ماتش اللي غيتلعبوا غيوليو يتنقلوا، غتولي واحد دي سيلول مع خبراء اللي غيبداو يصلحوا دوك لي جوار مكامن الضعف والقوه ديالهم في واحد السنه الاخيره. هو هذا التوجه اللي ولا دابا يلاه اللي بدا كيديروا في الاوروب، حنا نكونوا سابقين في المغرب فيه. هذا هو العمل الاصلي اللي مكلف به السي عزيز بودرباله اللي هو مدير رياضي مع السي سعيد حدوش اللي معنا. والدور ديال عزيز بودرباله، الدور ديال السي عزيز بودرباله هو التنسيق، لان باش يكون ادماج ديال هاد ليجان مع ليكيب بريمير، لان كنا كتكون شحال هذيك كيكون سونتر وليكيب بريمير، لا خاص يكون هنا التنسيق بين لو سونتر دو فورماسيون وليكيب الاولى. صافي دير با ملي كنتكلم دابا على لي سونتر وهادشي اللي باغي نديرو راه غنساو الريزولطا ديال ليكيب بريمير، نساو ان بعض الناس يتكلموا لا الفريق دوزيام سيري. شوف الفريق ديالنا ديما غيلعب على المراكز الاولى ان شاء الله، ولما لا شي مره هاد السنه ولا السنه المقبله حنا عاوتاني كيف ما قلنا لا تكون عندنا شي لقب، لما لا. حنا ديما هذا هو المرتبه ديالنا، ما نبقاوش في هاد لي 5 ماتش وتكون عندنا واحد التخوف، لان كاين عمل قاعدي، كاين واحد العمل في قاعدي اللي ما يمكن الا غنجحوا فيه ان شاء الله، ولكن ما نجحوش فيه حنا بوحدنا. كنتكلموا على المشاكل اللي كتقدر تكون ماليه، يعني هذا الفريق ليس الملك ديال عبد ربي ولا المكتب المديري، هذا اشكاليه ديال الجميع. كما كندخلوا المنافسه خص يكون عندك واحد مينيموم ديال واحد الموارد الماليه، وشي حاجه اخرى كنحاولوا ندبروها حنا، سواء امور شخصيه سواء امور مع بالعلاقات ديالنا او مع مستشارين اللي حاولناهم نجلبوهم في السنه الاخيره. هادو كلهم مسؤوليه ديال الجميع. وابار هادشي كيكون واحد المحيط. هنا نداءنا ملي كنتكلموا على المحيط يعني المعلومه ملي كتوصل، يعني الدفاع الحسن الجديدي توصل خاص المحيط ديالها يكون يدعم هذا الفريق ديالو، لان فريق كما كنقولوا فاتي كاين مجموعه ديال التغييرات، ضروري مجموعه المقابلات باش غيرجعوا الثقه في راسهم. وكنتمناو ان شاء الله غيقول الكلمه ديالو ان شاء الله. بالنسبه للسؤال ديال السي احمد منير بالنسبه للجنه الماركتينغ، كتعرف هذه الجائحه ديال كوفيد، يعني مجموعه ديال الشركاء ولا مجموعه ديال الشركات يعني عندهم مشاكل هما ماليه، ومع ذلك من بين الفروق اللي داروا مستشير جديد في السنه الاخيره، مجموعه ديال دايرين المجهود ديالهم محمودين كما عرفتوا. كان عندنا التوقيع ديال مع شركه اوزون مشكورين، ولا السي عزيز البداوي اللي حتى هو عنده واحد الحب للمنطقه، وتم التوقيع عقد استشهار معه. بالنسبه للسؤال ديال السي سعاد مصطفى كيف تقراؤون ازمه النتائج، كنتمنى واقيلا تكلمت على ازمه النتائج. هي ازمه نتائج محصوره في واحد المقابلات الاولى كنفسروها حنا ان جوج الحويجات. كانت واحد الجيل ديال اللاعبين اللي عطى في الاخر ولا واحد التراجع ديال مستوى الفريق. قررنا باستشاره مع التقنيين ان نديروا واحد تغيير جذري ما كيتكونش الريزولطا انيه، يعني خاصها الوقت ديالها. مجموعه دخلنا في الاستراتيجي ديالنا المركز التكوين ودنا المنطقه اللي هما فالابل يكونوا يطلعوا. كاين مجموعه الانتدابات اللي دارت، كاين اللي عطى القيمه المضافه، كاين اللي مازال ما تادابطاش، كاين مجموعه ديال اللاعبين غتجي. هي امور اللي هي جد عاديه. ولما نتكلم اعاده هيكله فريق، حنا ماشي نقولوا ديما غنبقاو نقولوا نبداو فريق. وي هاد السنه دوزنا واحد لو سيكل ديال 5 ans
بالايجابيات ديالو بالسلبيات ديالو. نتكلم عن الايجابيات كما قال السمياره، 4 اللي ديال لي دومي فينال ولعبنا فينال ومشينا لا تشامبيونز ليغ ومشينا درنا دوزيام، هادو الايجابيات ديالو. السلبيات ديالو ما ربحناش لو فينال، ما تاهلناش من الشامبيونز ليغ ثاني كنشوفها سلبيات ديالو. دابا جا لو سيكل اخر اللي كيدار دابا يمكن غيعطي نتائج، يعني تقدر تكون في هذه السنه ولا السنه المقبله، ولكن حنا واعيين الدفاع الحسن الجديدي ولا الجمهور ديالو جمهور كيبغي النتائج ديالو، كيبغي فرقته ديما كتكون الفوق، وحنا راه كنشاطروهم الراي وما غنخليوش ما نخليوش من الجهد ديالنا باش نعطيو القيمه المضافه. خطوات مستعجله، اول خطوه هي الثقه، لان ما يمكنش غتجي وهاد التغييرات وما تكونش. خاصك تثق في اللاعبين ديالك، كتوجد لهم الظروف ان شاء الله نوجدوا لهم الظروف، وغتكون لاعبين اللي غيضافوا، لان اختيارات نوعيه، لان الفريق ما كنتكلموش هنا لا بلوبار ديالنا راه كنتكلموا على بوتيت المردوديه ديال 2 ولا 3 اللاعبين اللي ما كايناش مع الاصل ديال 23 ولا 24 جوور، يعني امور اللي هي جد ايجابيه. غيكونوا ترميم ديال الفريق واحد 4 ولا 5 ديال اللاعبين على حساب الخصاص باش تكون تنافسيه، لان التنافسيه هي كتعطي القيمه المضافه. حنا كنشوفوا دي روندمون دي جوور بارفو ما كيكونوش ستابل، هذاك الشيء خص تكون تنافسيه. الاستاذ سكاب بالنسبه للشفاء العاجل بدورنا كنتمناو الحمد لله. بالنسبه لسي عبد الحق بن شيخه الحمد لله راه التحاليل ديال البي سي ار ديال لو تيست كوفيد راه سلبيه الحمد لله، راه في الشفاء، وراه راه الحمد لله راه رجع واسترجع القوه ديالو كما كتعرفوا. كان غاب في المقابلتين الاخيرتين وراه معنا دابا. بالنسبه للمحتضن الرسمي راه تكلمت بان المحتضن الرسمي، راه تكلمت على المحتضن الرسمي. كنعاود المحتضن الرسمي يعني في المنطقه ديالنا ديال الجديده كمحتضن رسمي هو شريك ديالنا في الدفاع الحسن الجديدي. وهذا المشروع وهذه الميزانيه التوقعيه راه صعيب اي واحد يجي ويقول لك الميزانيه التوقعيه غترجع ولا تحيد في هذه السنه. كانوا اقتراحات، ما كاين حتى شي زعما قرار اللي هو نهائي باش يرجع مستشار رسمي، لان هو الالتزامات كتكون على مده سنوات. ما يمكنش في سنه واحده نجيو غنقولوا هذا المستشار ما غيبقاش ولا هذا غيتحيد. هذه ما يمكنش تكون بهذه الطريقه. بالنسبه للتراجع ديال بعض المدعمين، السؤال ديال الاستاذ سكاب انا تكلمت عليهم. كنقدروا الظروف، مثلا جماعه مولاي عبد الله يعني واحد الدات ديال 5 مليون دو درهم. الجماعه ديال الجديده في هذه السنتين كان عندهم مجموعه ديال الامور الماليه اللي ما مقاداش الدعم ديالهم. التراجع شيئا ما في المنحه ديال المجلس الاقليمي بحكم حتى هما عندهم مداخل اللي كتناقص هذه السنه. كنتمناو السنه المقبله يداركوا هذه الامور، لان مثل 50% ديال الميزانيه كاين قرار. مجموعه ديال الاسئله اللي تجاوبت عليهم ديال المحتضن الرسمي، اتفاقيات الاحتضان الشامل، نتفق مع كورونا والتاثير ديالها على المجموعه ديال المداخل. بالنسبه لعقد اهداف المدرب، وتكلم السي عبد الله على دور التكوين واللاعبين، يعني اللاعبين اللي تم التسريح ديالهم الفرق الوطنيه واش التهجير السري، وكيوليو عندنا نيران الصديقه السي عبد الله غيتومي من الناس اللي كانوا ديما كيتكلموا على التكوين وضروره ديال الادراج ديال اللاعبين مركز التكوين. انا غنتكلموا الدفاع الحسن على مرور السنين ديما كانت معطاءه باللاعبين مع اللاعبين، مجموعه ديال اللاعبين كيتكونوا. نقول لك من اكبر الفترات دابا اللي كاين فيها تكلمنا على واحد 6 جوار ولا 7 جوار اللي كيلعبوا معاك تيتولير ديال مركز التكوين، وهذا انا كنعتبره انجاز وتفوق ديال مركز التكوين ديالنا على مجموعه ديال المراكز. وحتى ولا مركز التكوين ديالنا ولات عنده واحد الصبغه وطنيه، يعني اللاعبين اللي كيخرجوا من مركز التكوين كيكون مرحب بهم مجموعه ديال الفرق الوطنيه. وما يمكنش الدفاع الحسن الجديدي غتشد جميع اللاعبين ديال مركز التكوين،
يعني احنا ملي كيكون عندنا لاعب وخدنا واحد المجموعه ديال اللاعبين تم التسريح ديالهم باش يلعبوا في فراقي اخرين، ما يمكن الا نفرحوا لهاد الوليدات ديال الاقليم ونتفرحوا لهم ويمشيو وبوتيتر واحد عام حتى هما يرجعوا عندنا، لان ما يمكنش غنشدوا جميع اللاعبين ديال مركز التكوين ونخليهم هنا. ملي كنتكلموا لاعبين الشباب معنا كما قال السي خنفو دي لاعبين ديال التجربه، راه خصنا ندير واحد التوليفه بين لاعبين الشباب والتجربه. يمكن لاعب كيمشيو وما كاينش التهجير السري، كاين العلني، فهمتيني، كاين العلني كيف ما قال لك. بعض المرات يقدروا يكونوا في مقابلات اللي كيكونوا يلعبوا ضدنا. حنا بالنسبه لهاد الوليدات اللي عندنا هما ديما مرحب بهم، يعني من بعد كيقدروا ياخذوا واحد التجربه اكثر، يقدروا يرجعوا عندنا كيف ما كناخذوا حنا وليدات اللي كنتادبوا من فوق اخرين وكتجيو نتادبوا عندنا. وحنا اللي كيولي الفرقه راه ابن الفريق. كنقولش هذا راه ابن الفريق حيت هو في مركز التكوين وهذا ماشي مركز التكوين، اللي كيعطي القيمه المضافه هو ابن الفريق. بالنسبه السي الناسي، الوغ بالنسبه للدعم ديال المكتب الشرعي في السلطات غيبدا يمشي للجامعه. لا سي مصطفى الناسي، لكن هو دعم مباشر راه كيمشي للجامعه مباشره، ديجا كياخذوا الجامعه دابا ديال المكتب الشرعي في الفوسفات. بالعكس خاص تضافر الجهود، لان هذه المنحه هي قاره وكتمثل الموارد الرسميه، بحكم ان ملي كنتكلموا دابا على الجامعات المحليه ما كناخذوش منهم دعم الا منحه اللي هي قاره خاص نحافظوا عليها. والسؤال في حاله تحويل الدفاع الحسن الجديدي لشركه، واش يمكن نقلبوا على شركات اخرى بديل؟ شوف، احنا البحث اولا الدفاع الحسن الجديدي عمرها ما غتحول شركه، غيكون الجمعيه ديال الدفاع الحسن الجديدي ديما قاره بذاتها، والشركه اللي كنتكلموا شركه في التسيير الريادي ديالها بحكم تكون ديما شفافيه وهكا، والجمعيه ديما غتكون قاره بذاتها. اما الشركاء كنحاولوا حنا دايرين مجهود في الشركاء باش نحاولوا نقلبوا عليهم، مي بعض المرات ما كتكونش واحد الفيدباك اللي هو بوزيتيف، خاص اكثر نشتغلوا عليهم، وهذه مسؤوليتنا حنا كاملين باش الادماج ديال الفروق اللي ديال هذه الشركات اللي هما المحيطين في الاقليم واللي كاينين عندنا لما لا يعطيو القيمه المضافه، باش يتنقص شويه هذا العجز اللي كما كنا تكلمنا عليه. بالنسبه السؤال الاخير ديال اللي رجعنا ليه السي بن قيوم، ان الجمهور بعد الجمهور، انا كنتكلم الجمهور ولا واحد بعض الجماهير كتكلم باسم لسان الجمهور الشارع الجديدي. الشارع عنده يعني بالنسبه لنا نحترموا الجماهير، كنحترموهم. مجموعه ديال الناس كيتصلوا بنا، كيتصلوا بنا وكيسولوا على المشروع ديالنا فين غادي. بالنسبه للشارع اللي صعيب شي واحد يتكلم بسميت الشارع الجديدي. اما انا كنتكلموا على هاد الوليدات اللي كيكونوا كونتاكت بزاف في هاد لي باج فيسبوك او رحيل ديال المكتب المديري. انا غنتكلموا واحد القضيه بالنسبه لنا حنا، النهار اللي نعرفوا راسنا ما غنعطيو قيمه مضافه في جميع الميادين، حنا غنقولوا لهم حنا غنمشيو. حنا دابا كنصبروا، حنا في هذه الظرفيه اللي كاينه في هذا الدفاع الحسن الجديدي، وكنحاولوا نضبطوا هاد الازمه ونخرجوهم. بيان سور يمكن لنا ما غنتخلاوش على الدفاع الحسن الجديدي، والدفاع الحسن الجديدي كانت الفوق ومازال غتبقى غير الفوق. وهاد الشريحه ديال بعض الناس اللي كيتحاولوا يتاثروا بطريقه بإيجاب سلبيه من بعض سوا ديزون المسؤولين او بعض مسيرين اللي دوزوا الدفاع الحسن الجديدي وسيروا فيها بطريقه سلبيه. ملي كنجيو عند هذا الجمهور وكنقولوا هذا الفريق هذا المكتب راه اونتر بارونتيز راه شفار مثلا، اونتر بارونتيز شنو غتسنى من الجمهور ولا هاد الوليدات؟ لانه ما كيشرحوش لهم راه كاينه ازمه في جديده، وبهذا المكتب المديري وبهذا الشركاء ديالو باش الدفاع الحسن الجديدي واصل ليه التوهج. واش ملي كنتكلموا كيجي واحد كيقول لي راه خسروا 17 مليار في 7 سنين 8 سنين، واش ما نتكلمش على فريق ولا جوج فروق اللي كياخذوا 20 مليار في سنتين؟ هنا هي المعلومه. حنا وعلى هذا الاساس جات المعلومه وجينا حاولنا في هذا الاسبوع يكون تواصل، ويكون تواصل مستمر مع هاد الشرائح باش نوصلوا لهم يعني شنو هي الدفاع الحسن الجديدي، شنو حنا باغيين منها،
شنو هو التصور ديالنا، شنو هما المشاكل اللي عندنا. انا حبذا ولا يكون هذا المسير اللي غيبارطاجي دي باج دي فو باج يجي يعطينا حلول، يقول لنا اقتراحات، يقول لك راه بالعلاقات ديالنا قدرنا نجيبوا لكم هذا المستشار او غنديروا لكم هذه الشراكه. هذا هو الطموح فيهم، هذا هو المرجو فيهم. بالنسبه لنا كنتفهموا الجماهير على الراس والعين، يعني بعض المرات الريزولتا من العائله ديالنا القريبه حتى هي بعض المرات ملي كتكونش الريزولتا وما كتكونش نتائج كتكون واحد حاله الارتباك. حنا واعيين بالمسؤوليه، واعيين وثاقين في العمل اللي كيديروا الطاقم التقني. النتائج غتكون، وان شاء الله من غيسالي الله لي عاوتاني نقدروا تكونوا عندنا جلسات وفي الاخر السنه وغنشوفوا هذه الرتبه وغنتكلموا فين وصلنا في الاخر العام. وكنتمناو ان شاء الله هذه الدفاع الحسن الجديدي هي ملك الجميع، وكذا كنقولها راه ملك الجميع. كنشوفوا حنا مشاريع كبيره ابار لي ريزولتا اللي كنهضروا فيهم انيين ديال ليكيب بريمير واللي هو راه حنا دايرينه بالعين الاعتبار ديالنا. كاين امور كبيره حنا في اطار حضرنا ديال مركز تكوين جهوي، مركز كبير على غرار المركز الجهوي ديال محمد السادس، لما لا يكون عندنا في اقليم الجديده بحكم الامكانيات اللي عندنا المناخيه ولا القرب ديالو، يعني من المناطق لما لا يكون عندنا واحد المركز كبير يكون في واحد المساحه ديال واحد 5 ولا 6 الهكتارات اللي يدير واحد الدعم للفريق ويكونوا هاد ساكنه الاقليم كامله تستفد فيها. وهذا ماشي مشروع ديالنا اللي غناخذوه حنا بوحدنا عاتقنا، خصنا كاملين نلتفوا ليه. وحنا عندنا الماده الخام، عندنا اللاعبين اللي يقدروا يزيدوا. ركزنا في لا فورماسيون الى بوست فورماسيون، الاخوان كنركزوا على بوست فورماسيون لان هذا هو التوجه دابا اللي كاين في الفوتبول. كنتمناو مع هذا الاطور ومع هذه الانطلاقه ديال هذا البوست فورماسيون ديال واحد 15 جوغ ان شاء الله بينا وبكم وبهاد الانتدابات اللي غيكونوا بالعمل اللي كيدير الطاقم التقني ومع تفهمنا الكامل للجماهير الجديده الغيوريه على الدفاع الحسن الجديدي. نتمنى غنكونوا غير الخير ان شاء الله لقدام. وشكرا. الا ما عندش الاخوان اللي باقي شي واحد في الاخوان عنده شي تساؤل مرحبا، يقدر اللي ما تدخلش شي حاجه مرحبا. عبد اللطيف استاذ عبد اللطيف، الو 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 ما كنسمعش. كتسمعوا؟ لا تسمع. انا ما كنسمعش. كتسمعوا سي عبد اللطيف؟ لا سي عبد الله ما كنسمع الصوت. تفضل. واحد جوج ثواني. تفضل. كتسمعني يا سي عبد اللطيف؟ انا ما كنسمعش سي عبد الله. انا ما كتسمعنيش؟ لا ما كنسمعك. تفضل. كتسمعني؟ لا نسمعك. لان عندي انا واحد الاضافه بالنسبه للمحتضن الرسمي ديال الدفاع الحسني الجديدي. هذه المعلومه بغيتك يا اما تاكدها لي يا اما تنفيها، وان كان انا عندي المصدر وانا معلومه صحيحه ان المكتب الشريف الفوسفات خضع لعاتقه. هذه قبل 2 اي فريق طلع القسم الوطني الاول كيعطي واحد المنحه ولا قول واحد الزروره ديال 3 مليون درهم، 300 مليون خذوها افراقي. هاد 300 مليون واش نقص الدفاع الحسني الجديدي ومشات لهذا الاتجاه ديال هاد المكافاه، علما بان رجعت على نضال مرير والمصالحه ديال المكتب الجهوي المكتب شريف فوسفات مع المحيط ديالو من بينها الرياضه وفيها الدفاع الحسني الجديدي. اذا هاد 3 مليون درهم اللي خداوها كل عام كياخذوا جوج ديال الفراقي اللي كيطلعوا هي 6 مليون ديال الدرهم. واش منقوصه لكم ومعطيه زروره لجهه اخرى ولا هذا واحد المورد مالي جديد؟ شكرا. سي عبد الله، شكون اللي مازال عنده شي تدخل باغي شي سؤال؟ اخوان شكون اللي مازال عنده شي تدخل؟ اوكي باقي سي عبد الله نجاوبوا على هذا ونختموا ان شاء الله.
سي عبد الله. بالنسبه للمكتب الشريف في الفوسفات، واش المنحه الفروق اللي طلعوا يمكن هما اللي خدوا لي 3 مليون تنقصت لينا، هذه ما يمكنش نجزم فيها، مي كانوا اكراهات في هذه السنه الاولى ديال المكتب الشريف في الفوسفات ديال 2020 على اساس نورمالمون استدراك الامر في 2021، يعني الامر اللي يتنقص في هذه لا بيريود الاولى باش يترجع في 2021. هذا هو الاساس اللي كان عندنا، هو الاساس اللي غاديين عليه لحد الان. ما يمكنش نجزم لك في هذه القضيه. وهنا كيف ما قلتي كان هذا نضال ديال الاخوان، والسي عبد الله غيتومي كان من ضمن الناس اللي كانوا شرفوا على مع السي ابو الفرج والاخوان اللي كانوا على هذه الاتفاقيه على اساس انها غتكون اتفاقيه ديال الاحتضان الشامل. كنشكروا الاخوان اللي كانوا سبقونا في هذا الاساس، لان الدفاع الحسن الجديدي راه كيشكل بالمحيط ديالو واحد التكامل مع المكتب الشريف للفوسفات، ومشكورين الاطر ديالهم اللي هما في حوار معنا دائم من اجل ايجاد الحلول. ان شاء الله كنتمناو في هذا 2021 ان شاء الله تلقى الحل ديالها. والشكر الجزيل للعامل الاقليم اللي ما كيدخرش ادنى جهد باش يدعم الفريق وتوفير واحد الركائز ماليه اللي كتكون قاره على اساس باش تحافظ الدفاع الحسن الجديدي على الاستقرار ديالو والتوهج ديالو. الاخوان ما كانش شي سؤال اللي غنأكد لكم هو غيكون واحد الفترات، شكون شي واحد ما سالش شكون، غيكونوا مجموعه ديال الامور ديال التواصل حاولنا مع الجسم الصحفي في الاول عن طريق بعض الاذاعات، يمكن غتواصلوا حتى مع الجماهير الجديديه، بوتيتر يكونوا حتى لقاءات من بعض الاخوان تكون دي طابل غوند ديما لا منظمه سواء من طرف الاخوان الصحفيين على اساس يكونوا محبين اللي حتى هما غنحاولوا نشاركوهم، لان المعلومه اساس المعلومه باش توصل لعندنا الجمهور باش يعرفوا الدفاع الحسن الجديدي فين واقفه، شنو هي الامور اللي كيقوم بها المكتب، شنو هي الحويجات اللي مازال خصنا نخدموا عليها. غيكونوا دي طابل غوند يقدروا ينظموهم سواء صحفيين ولا محبين، وغنحاولوا نتواصلوا اكثر مع الجماهير ديالنا الغيوره. وبالنسبه للجماهير اللي كتكون مقلقه على النتائج نتفهموا القلق ديالنا، مي هاد الامور اللي غادي ندير ما يمكن تكون الا في الصالح ديال الدفاع الحسن الجديدي. وان شاء الله في القريب العاجل سواء دابا باللاعبين اللي عندنا ولا اللاعبين اللي غيجيين ولا البوادر الايجابيه في المقابلات الاخيره ديال الدفاع الحسن الجديدي، رغم النتائج اللي ما كانش ما يمكن نقولوا الا الدفاع غتمشي للاحسن. وان شاء الله غادي كيف ما كان الدفاع ديما نتوما كتبغيوها تكون ديما في المراتب الاولى وكتكون في التنافسيه، ما يمكنش حنا نرضاو على راسنا بغير داكشي. وشكرا جزيلا.